أحيانًا ممكن إنسان بيحبك بجد، بس ممكن يكون في نفس الوقت هو أكتر واحد بيضايقك ويخرّجك عن شعورك، ومش عشان هو بيعمل حاجة غلط أو حاجة بتزعّلك أو فيه سلوكيات سيئة أو صفات غير مناسبة ليك، لأ، كل اللي فيها إن هو عبارة عن المراية اللي أنت مش عايز تبُص فيها، لإن الإنسان اللي بيحبك بيكون شايفك، مش بيشوف الشكل أو المظهر أو القناع اللي أنت لابسه، لأ هو بيشوفك أنت، أنت الحقيقي. بردود أفعالك، بسلبياتك كلّها، عشان كده بقى هنا دفاعاتك النفسية بتبدأ تشتغل، تبدأ تتضايق، وأنت مش بتتضايق منّه، أنت بتتضايق من خلاله، لإنه بيفعّل فيك المنطقة اللي أنت بتحاول تخفيها وتدافع عنها وتبعدها عن عين الناس. كمان في حاجة في علم النفس اسمها التماثل الإسقاطي projective identification وده إنّك تنسب للناس صفات أو سلوكيات أنت مش حاببها في نفسك. اللي أنت مش مستحمله في نفسك، بتنسبها لغيرك وبتسقطها على غيرك، فبتلاقي الإنسان عاوز يقرّب منك، يقف جنبك، يدعمك، أنت بقى بيُخيّل لك إن هو بيضغط عليك وبيخنقك، في حين إن الإنسان ده فعلًا بيحبك ومجرد عايز يقف جنبك، فاللي بيضايقك هنا مش الإنسان نفسه، اللي بيضايقك إن الإنسان ده بيصيب في المكان اللي أنت بتقفل عليه بالضبة والمفتاح، عشان كده فعلًا أقرب الناس ليك ممكن يكونوا أكتر ناس بيضايقوك. ليه؟ لإنهم أقرب ناس للصفات الموجودة فيك اللي أنت مش متقبلها وعايز تبعدها عنك، ده لو مرّيت بالإحساس ده مع حد، حافظ على الشخص ده، لإنه بيحبك بجد، هو كنز بالنسبة لك، أنت ممكن من خلاله فعلًا تطوّر وتحسّن الحاجات اللي أنت مش حاببها في نفسك.